مفيش حد ناجح في الدنيا دي من غير حظ. ايوه زي ما بقولك، اي حد في الدنيا ناجح هو محظوظ جدا، وعندي الدليل. في اخر كتاب العادات الذريه الكاتب صدمنا بحقيقه احنا بنحاول نتجاهلها لما قارن بين اتنين من اعظم الرياضيين في التاريخ، مايكل فيليبس السباح الاسطوري وهشام الكروج العداء المغربي التاريخي. الاتنين اساطير، بس عارف لو فيليبس حاول انه يكون عداء او الكروج حاول انه يكون سباح، كان مستحيل حد فيهم يشم ريحه الاولمبيات حتى لو موتوا نفسهم في التمرين. عارف ليه؟ مايكل فيليبس كان طوله 193 سنتيمتر، بس المفاجأة إن رجله أقصر من جذعه، رجله أقصر من جزء جسمه اللي فوق، ودي التركيبة المثالية للسباح. وهشام الكروج طوله 175 سنتيمتر، ولكن رجله أطول من جذعه اللي فوق، ووزنه خفيف، ودي البنية المثالية للعداء. احنا مش بنقلل من تعبهم، ولكنهم كانوا محظوظين ان المجال اللي حبوه كان مناسب لإمكانيات جسمهم. بقولك كده لأنه أحيانا مهما تبذل من جهد في المكان الخاطئ مستحيل توصل لأي حاجة. ودايما اختار المجال اللي يناسبك ومش المجال اللي بتحبه. ويا سلام لو كنت محظوظ زي مايكل فيليبس وهشام الكروج، وصادف ان المجال اللي انت بتحبه هو المجال المناسب ليك.